بيعتبر البريد من أحد المؤسسات العملاقة في مصر زيها زي البنوك بالظبط، واللي ممكن تستثمر فيه أموالك وتعمل عمليات إيداع وسحب. وده لأن البريد بيكون منتشر في كل حتة في كل شارع. لو عندك مكتب بريد قريب من بيتك ممكن تعمل فيه حساب زي البنك، وهتعرف كمان نسبة الفايدة اللي بتنزل على الحساب. البريد بيطرح حساب بشكل يومي، يعني الفوائد بتنزل في حسابك كل يوم بيوم. هقولك على كل تفاصيل الحساب وإيه مميزاته وإيه عيوبه. ولو كنت دايما متردد على مكاتب البريد فهيكون الحساب ده كويس بالنسبة لك، وكمان يحسب لك الفايدة كل يوم بيوم. وده طبعا أفضل بكتير من الحسابات في البنك اللي بتدي بشكل سنوي أو شكل شهري. بالإضافة إن أنت ممكن تسحب فلوسك في أي وقت من غير ما تكسر الشهادة أو تخسر جزء من فلوسك. حساب جديد بيقدمه البريد المصري اسمه حساب يوم على يوم. شروط الحساب ومصاريفه وتفاصيل فتح الحساب. البريد المصري بيعرفنا الحساب ده عبارة عن حساب جاري للأفراد وللشخصيات الطبيعية. مميزات الحساب إن بيتم احتساب وإضافة العائد يومي، وكمان بيمكن للعميل إن أنت تسحب الفلوس بشكل يومي أو ممكن تحتفظ بيها كرصيد بالحساب. الحد الأدنى لفتح الحساب في البريد المصري وهو 50,000 جنيه، وده أقل مبلغ ممكن تفتح بيه الحساب. ولكن في غرامة الانخفاض عن الحد الأدنى لفتح الحساب، يعني لو فلوسك قلت عن 50,000 جنيه في اليوم هيكون في غرامة، واللي هتكون بمعدل 2 جنيه ونص يوميا. بالإضافة كمان مش هيكون في أي عائد لو انخفض الرصيد عن الحد الأدنى. بيتم إصدار ليك بطاقة خصم مباشر اسمها بطاقة جولد، وكمان بيتم إصدار ليك دفتر شيكات خاص بالحساب. ممكن من خلال الحساب من مميزاته إن أنت بتحول المرتب والمعاش للحساب بشكل مباشر. بالنسبة للمصاريف الإدارية للحساب وهي بتكون 25 جنيه مصري كل 3 شهور، ودي طبعا مصاريف منخفضة جدا مقارنة بالبنك اللي بياخد 70 جنيه كل 3 شهور أو ممكن يزيد عن كده كمان. طبعا احنا عارفين ان معدل صرف العائد بيكون يومي، والفايدة السنوية على الحساب بتكون 12.5%، ولكن بيتم احتسابها بشكل يومي. بيوضح لنا البريد المصري ان الحد الادنى لاحتساب العائد لما يكون رصيدك في الحساب 250 الف جنيه مصري. يعني لو رصيدك 250 ألف جنيه هيكون في عائد هينزل لك بشكل يومي، ولو قل الرصيد عن 250 ألف جنيه مش هيكون في أي عائد على الحساب. وهنحسب معاكم لو أنت معاك مبلغ 250 ألف جنيه هيكون العائد السنوي على المبلغ 31,250، وهنقسمهم على 365 يوم وهي عدد أيام السنة. هيكون العائد في اليوم واللي هيتم إصداره ليك في الحساب 85 جنيه تقريبا يوميا، وده لو أنت معاك مبلغ 250 ألف جنيه. وهتكون الأرباح السنوية 31,250 ألف. وبكده نكون وضحنا كل مميزات حساب يوم على يوم اللي بيتم إصداره في البريد المصري، وعرفنا إن الحساب بشكل يومي وإن الفائدة 12.5%. لو عندك أي تعليق اكتبوا لنا تحت أسفل الفيديو. ولو الفيديو ضاف لك شيء جديد لا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو للمزيد من الفيديوهات عن أخبار البنوك وأخبار البريد المصري. بيعتبر البريد من أحد المؤسسات العملاقة في مصر زيها زي البنوك بالظبط، واللي ممكن تستثمر فيه أموالك وتعمل عمليات إيداع وسحب. وده لأن البريد بيكون منتشر في كل حتة في كل شارع. لو عندك مكتب بريد قريب من بيتك ممكن تعمل فيه حساب زي البنك، وهتعرف كمان نسبة الفايدة اللي بتنزل على الحساب. البريد بيطرح حساب بشكل يومي، يعني الفوائد بتنزل في حسابك كل يوم بيوم. هقولك على كل تفاصيل الحساب وإيه مميزاته وإيه عيوبه. ولو كنت دايما متردد على مكاتب البريد فهيكون الحساب ده كويس بالنسبة لك، وكمان يحسب لك الفايدة كل يوم بيوم. وده طبعا أفضل بكتير من الحسابات في البنك اللي بتدي بشكل سنوي أو شكل شهري. بالإضافة إن أنت ممكن تسحب فلوسك في أي وقت من غير ما تكسر الشهادة أو تخسر جزء من فلوسك. حساب جديد بيقدمه البريد المصري اسمه حساب يوم على يوم. شروط الحساب ومصاريفه وتفاصيل فتح الحساب. البريد المصري بيعرفنا الحساب ده عبارة عن حساب جاري للأفراد وللشخصيات الطبيعية. مميزات الحساب إن بيتم احتساب وإضافة العائد يومي، وكمان بيمكن للعميل إن أنت تسحب الفلوس بشكل يومي أو ممكن تحتفظ بيها كرصيد بالحساب. الحد الأدنى لفتح الحساب في البريد المصري وهو 50,000 جنيه، وده أقل مبلغ ممكن تفتح بيه الحساب. ولكن في غرامة الانخفاض عن الحد الأدنى لفتح الحساب، يعني لو فلوسك قلت عن 50,000 جنيه في اليوم هيكون في غرامة، واللي هتكون بمعدل 2 جنيه ونص يوميا. بالإضافة كمان مش هيكون
في أي عائد لو انخفض الرصيد عن الحد الأدنى. بيتم إصدار ليك بطاقة خصم مباشر اسمها بطاقة جولد، وكمان بيتم إصدار ليك دفتر شيكات خاص بالحساب. ممكن من خلال الحساب من مميزاته إن أنت بتحول المرتب والمعاش للحساب بشكل مباشر. بالنسبة للمصاريف الإدارية للحساب، وهي بتكون 25 جنيه مصري كل 3 شهور، ودي طبعا مصاريف منخفضة جدا مقارنة بالبنك اللي بياخد 70 جنيه كل 3 شهور، أو ممكن يزيد عن كده كمان. طبعا احنا عارفين ان معدل صرف العائد بيكون يومي، والفايدة السنوية على الحساب بتكون 12.5%، ولكن بيتم احتسابها بشكل يومي. بيوضح لنا البريد المصري ان الحد الادنى لاحتساب العائد لما يكون رصيدك في الحساب 250 ألف جنيه مصري. يعني لو رصيدك 250 ألف جنيه هيكون في عائد هينزل لك بشكل يومي، ولو قل الرصيد عن 250 ألف جنيه مش هيكون في أي عائد على الحساب. وهنحسب معاكم لو أنت معاك مبلغ 250 ألف جنيه هيكون العائد السنوي على المبلغ 31,250، وهنقسمهم على 365 يوم وهي عدد أيام السنة. هيكون العائد في اليوم واللي هيتم إصداره ليك في الحساب 85 جنيه تقريبا يوميا، وده لو أنت معاك مبلغ 250 ألف جنيه. وهتكون الأرباح السنوية 31,250 ألف. وبكده نكون وضحنا كل مميزات حساب يوم على يوم اللي بيتم إصداره في البريد المصري، وعرفنا إن الحساب بشكل يومي وإن الفائدة 12.5%. لو عندك أي تعليق اكتبوا لنا تحت أسفل الفيديو، ولو الفيديو ضاف لك شيء جديد لا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو للمزيد من الفيديوهات عن أخبار البنوك وأخبار البريد المصري